تعال اخدكم معايا في يوم من حياة مبرمج في السعودية. في اليوم ده هاخدكم معايا في جولة اخر يوم في الاسبوع، يوم الخميس، وازاي بقضي اليوم ده بما انه اخر يوم في الاسبوع. خرجت من الشركة انا والتيم اللي معايا متأخرين شوية لان كنا في ميتنج مهم جدا. بعدها اتحركنا ورحنا العربية اللي هتودينا للمكان اللي احنا هنخرج فيه، واحنا ماشيين جبنا العشاء بتاعنا من اشهر مكان بيعمل شاورما في الرياض. وفي الطريق كان في مباني فيها اضاءات حلوة قوي وبتعكس لك قد ايه الرياض جميلة جدا بالمباني بتاعتها. وصلنا مكان الشاي وطلبنا شاي كرك كالعادة. عايز اقول لكم ان القعدة مع التيم في اليوم ده دايما بتكون اجمل لحظة في الاسبوع. بنتكلم في كل حاجة، الشغل، المستقبل، وكمان الحياة بشكل عام. القعدة دي مش بس ترفيه، دي كمان فرصة نتعرف على بعض اكتر ونبني علاقات اقوى بعيدا عن جو المكتب، وبنتبادل معلومات وثقافات وفكر وبنعبر عن نفسنا بشكل احسن وبنكون على راحتنا جدا، وده بيخلي فيه ود ما بيننا. بعدها التيم كله بيمشي وانا والتيم ليد عندنا عادة ما ينفعش نكسرها، بنروح نشرب عصير في مكان مميز جدا. والقعدة معاه بتبقى مليانة كلام عن الشغل، التخطيط للمستقبل، وحياتنا في السعودية. ودايما بستغل القعدة دي علشان اتعلم منه، خصوصا انه موجود هنا بقاله فترة طويلة وعنده خبرة كبيرة. واخيرا ختمت اليوم بمكان المفضل، مكتبة جرير. بحب الجو هناك وبحب اجرب شويه حاجات جديده واتفرج على الكتب والادوات. المكتبه بالنسبه لي مش مجرد مكان، دي مساحه بتخليني اعمل ريستارت في نهايه يومي. وبس كده خلصت الجوله بتاعتي في المكتبه وروحت. سلام.